السلام عليكم إخواني المتابعين. اليوم يوم الجمعة 26 جويلية، وهذه أول مرة تشاهدون هذه الخليتين. نعم، انظروا إلى النحل والكثافة النحلية. تقريبا النحل خارج على فتحة السروح. الكثير من النحالين يشتكون من موت النحل بعد جني العسل. نعم، ويبقون غافلين عن بعض أسباب موت النحل بكثافة، خاصة في الصباح. البعض يدعي حسب اعتقاده، يعني صحيح، الزواحف دخول هجوم الزواحف على النحل في الخلايا يسبب في موت النحل، وكذلك المبيدات في المرعى تسبب موت النحل، ولكنهم يغفلون عن سبب، وهو أكبر سبب رئيسي بعد جني العسل، وهو أن النحل يتفاجأ من فقدانه للعسل. نعم، يعني بعد كما يسمى الجني الجائر. إن لم تجد في صندوق التربية مثلا لن تجد عسل، ووجدت العاسلة مملوءة عن آخرها، اترك على الأقل إطارين من العاسلة بإزالة 8 إطارات، وترك إطارين كمخزون للخلية، لأن النحل عندما يفقد المخزون يبدأ بتقليل النحل، خاصة يتخلص من الشغالات المسنة والذكور لكي يضمن استمراريته في العيش بالغذاء. يعني ملزم على إنقاذ النحل المسن. المهم قليلة، لا تقدم أي عاملة، لا تقدم إضافة للخلية يتم التخلص منها، وهذا السبب يغفل عنه الكثير من النحالين. عندما لا يكون هناك جني جائر للعسل فإن النحل لا يموت بكثرة. أما بعض الزواحف فهي تلتهم مباشرة النحل، مثل الفأر والضفدع، خاصة الضفدع، فهو يأكل النحل. الضفادع تأكل النحل. معلومة يغفل عنها الكثير من النحالين، حتى ولو كانوا يعرفونها لا يذكرونها. أتمنى أن تفيدكم هذه المعلومة وتتذكرونها دائما. دمتم في رعاية الله وحفظه.